معاكم دكتورة إيريني لويس، أستاذ مساعد أمراض دم معهد البحوث الطبية. النهاردة حابة أتكلم على مشكلة بتحصل كتير أثناء الحمل، بتجيلنا من تحويل من دكتور أمراض نساء. المشكلة دي الأنيميا اللي بتحدث أثناء الحمل، ساعات بتبتدي في بداية الحمل أو في أواخر الحمل جدا قبل الولادة. ممكن تعمل لنا مشكلة في الولادة نفسها، إن لازم أثناء الولادة بالذات لو قيصرية يكون الهيموجلوبين بتاع السيدة الحامل معدي ال 11 جرام، وساعات المشكلة دي بتبقى عاملة لنا مشكلة إن هي لازم تخش الولادة بهيموجلوبين 11 جرام، وفي بعض الاحيان ما بيبقاش الوقت كفايه وبنضطر لنقل الدم. احنا كدكاتره امراض دم اخر حاجه بنفكر فيها نقل الدم، لكن دايما بيبقى قدامنا حلول اخرى بنوصل لتشخيص وبنصلحه، وده بيكون افضل بكتير من نقل الدم. بس ده بيكون محتاج ان احنا نشوف المريضه بتاعتنا بدري شويه، يعني على الاقل شهر قبل الولاده او اخر اسبوعين، وساعات بنقدر برضو نتصرف لو حتى الوقت ضيق. المشاكل اللي بتقابلنا دايما بتكون الانيميا، والانيميا دي في الاغلب بتكون نقص حديد بسبب ان السيده الحامل بتعمل دم كمان، جسمها بيعمل دم كمان للطفل مش ليها بس، وده بيخلي اي سيده داخله الحمل وهي يا دوبك الدم بتاعها كويس ممكن مع الحمل ينزل جامد، وفي الحاله دي بتبتدي تحصل عندنا المشكله. نقص الحديد علاجه سهل، ان احنا بندي حديد. طبعا احنا بنتفادى ندي حديد في اول 3 شهور من الحمل، بس بنضطر له في بعض الاحيان، لكن بعد اول 3 شهور احنا ممكن ندي حديد في الوريد ونصلح المشكله، وتخش السيده الحامل اوضه الولاده وهي في احسن حال. في مشكله تانية ودي بتحصل معانا برضو كتير، ودي اكتر حاجه بتجيلنا من دكاتره النساء، لان دكاتره النساء بيقدروا يتصرفوا في نقص الحديد. ان الدكتور النساء بيدي كميه حديد كبيره جدا وما يلاقيش اي استجابه، وفي الحاله دي بنرجع بقى نحلل كويس جدا ونشوف هل مشكله السيده الحامل كانت نقص حديد ولا مشكله تانية. طبعا في مصر احنا دارج عندنا جدا مرض انيميا البحر المتوسط. 7% من سكان جمهوريه مصر العربيه بيعانوا من انيميا البحر المتوسط كصوره ظاهره او كصوره متخفيه او كمرض مش واضح. يعني المرض اللي مش واضح بيبان اكتر اثناء الحمل، لان زي ما احنا قلنا السيده الحامل بتعمل دم للجنين كمان، فبالتالي بيبقى جسمها بيبتدي ينزل كهيموجلوبين علشان تكوين الدم الجديد، وعلشان كمان في ميه بتبقى زياده في الجسم اثناء الحمل. الحالات دي ممكن تكون عايشه حياتها طبيعي جدا، هيموجلوبينها اقل بسيط من الطبيعي بس مش عامل مشكله، لكن هنكتشفها امتى؟ طبعا وقت الحمل. فاول حاجه بتحصل ان بتاخد حديد مفيش استجابه، بنبتدي ندور، بنلاقي ان السيده الحامل ممكن تكون عندها انيميا بحر المتوسط وتكون حامله للمرض او عندها صوره بسيطه منه. في اثناء الحمل المشكله دي بتظهر، وطبعا حلها مش ان احنا ندي حديد، لان في منسوب الحديد في الغالب بيكون كويس جدا او ممكن يكون اعلى كمان من الطبيعي. ففي الحاله دي احنا بندي حاجات تنشط النخاع او بندي دم لو احنا فعلا احتاجنا، وفي الحاله دي بيبقى ممنوع ندي حديد لانه بيتراكم في الجسم ويقدر يعمل مشاكل كتير. في حاجه دارجه جدا برضو اللي هو نقص الصفائح المناعي اثناء الحمل. طبعا الانيميا مش هي المشكله الوحيده اللي ممكن تحصل اثناء الحمل اللي لها علاقه بامراض الدم، ودي هنكملها في فيديوهات تانية.